اتحداك تجيب تجميعة بي سي اقوى من دي حاليا على اليوتيوب واحدث منها كمان. اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد على القناه، معاك نبيل. ومبدئيا كده كالعاده لازم ندعي لاهلنا واخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم ويصبرهم على المحنه اللي هم فيها حاليا. والنهارده طبعا شفنا اطلاقه الجيل الجديد، الجيل ال14 من انتل. انا بصراحه لسه ما شفتش الفيديوهات عامله ازاي، ولكن انا معايا حاليا معالج من هذه المعالجات. وبصراحه النهارده انا قررت ان انا ما اخشش في الملل بتاع البنش مارك، والجيل اللي فات كان عامل كده والجيل المره دي عامل كده لا ومش عارف ايه. كل ده اكيد جاي، ولكن بطريقه تكون افضل ان شاء الله. ولكن النهارده خلينا نركز على تجميعة من أقوى إن لم تكن هي أقوى تجميعة جيمنج في الوقت الحالي، ونشوف تجربتها الفعلية على أرض الواقع عاملة إزاي، بعيدا بقى عن البنش مارك اللي إحنا بنشوفهاش على أرض الواقع يعني. مبدئيا كده نشكر شركة ايسوس لتوفيرهم كل قطع النهارده. والمعالج اللي معايا حاليا وهو الانتل 14700K. المعالج المرة دي زاد شوية عن الجيل اللي فات بأربع أنوية اي كورز، بقى المجموع دلوقتي 20 نواة 28 مسار. زيادة طفيفة في الكاش بقى 33 ميجا، والال 2 كاش 28 ميجا، نفس الخصائص بتاعة سحب الطاقة بتاعة الجيل اللي فات. ولكن الحقيقة برضو أنا عندي ملاحظات بقول لك عليها ان شاء الله في الموضوع ده في الفيديو الخاص بالموضوع ده. اقصى تردد معلن عنه للتربو بتاع المعالج ده 5.6 جيجا هرتز، زياده تقريبا 200 ميجا هرتز عن الجيل اللي فات. ولكن الحقيقه انا قدرت امسك تردد اعلى من كده بكتير، تقدر تقول 6 جيجا هرتز، بفضل الوحش العملاق بوردة ايسوس الجديده الروج ماكسيموس زد 790 دارك هيرو. يعني فاهم انت، تحس واحد داخل باسمه رباعي وناقص صوره البطاقه بتاعته ونحط رقم البطاقه. ايسوس شوف لكم حل والله بجد في الاسامي الطويله دي، الناس صعبه تحفظها يعني. البورده دي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها من زد 790 او زد 690، هما الاثنين واحد، مفيش اي فروقات تعتبر. الفروقات منافذ اكتر وبعض الرفاهيات الثانيه. زي ايه؟ زي ايسوس بتقول لك ان احنا عملنا خاصيه اسمها الديم فليكس، هتخليك ان انت تخلي الرامه تحافظ على اداء اعلى مع درجات الحراره الاعلى. زي هنا مثلا لمبه الكيو ليد اللي هي اللمبه اللي بتنور الوان دي، قلوا عليها شويه خلوها تشتغل كمان والجهاز مطفي، بحيث لو انت الرامه ما هياش راكبه كويس تقوم منوره معاك. الحقيقه الموضوع فكرته كويسه ولكن انا حصل معايا شويه ضحك. وهي طالما قاريه رامه واحده معمول لها لوك تمام، الثانيه لو مش معمول لها لوك بتعدي عادي والجهاز في الاخر ما بيفتحش. فلازم ايسوس تخليها ذكيه شويه عن كده يعني. ضافوا حاجه اسمها الواتج واتشر، ودي خاصيه كده بتخليك تعرف الجهاز اللي انت بتشحنه ساحب كام واط وشغال في وضعيه الفاست تشارجر ولا لا. يعني فاهم انت، شويه رفاهيات صديقي العزيز، رفاهيات كلام اغنياء ما فريند عادي يعني. والهيدر اللي على البورده بتاع اليو اس بي سي الفرونت اند بيدعم لحد 30 واط سرعه شحن يعني. دعم الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4. كذلك الانتنه الجديده بتاعتهم فيها ميزتين. ميزه الاولانيه ان انت بقيت تركبها وتشيلها بسهوله من غير بقى الربط والجو ووجع القلب ده. تاني حاجه وهنا بقت تلقط الاشاره بشكل 360 درجه دائري. يعني كانت الاول الانتنه زي اي انتنه بتطلع كده للجناب، فاهم؟ لكن دلوقتي لا، بقت بتلقط من اي اتجاه من اي مكان. وده بيؤدي في النهايه حسب يعني هم ما بيقولوا بيزود 20% اداء الشبكه او اتصالك بالانترنت او اتصالك بالراوتر. ضافوا حاجه اسمها الكاش دايناميك او سي سويتشر، ودي حاجه زي ما تقول ايه، بتحط تردد معين للكاش ومينيمم وماكسيمم، ووقت مثلا لما بيكون الجهاز شغال على السنجل كور يعني ما هوش ضاغط على المالتي كور، بيقوم شغال باقصى حاجه انت حاططها للكاش. اشتغلت على المالتي كور يقوم مقلل لاقل حاجه يعني. فاهم هي الحكايه اصلا كلها يعني. مثلا برضو الكاش محتاج باور، فانت لما تشتغل بالمالتي كور وجايب اخر المعالج اكيد الكاش هيتاثر. فهي دي الفكره كلها يعني. طالما في مصادر او موارد نقدر نستخدمها ان احنا نبوست اي قطعه تانية موجوده او اي جزء تاني موجود جوه المعالج يعني. دي الفكره بتاعتها. ويعني انا ما جربتهاش لسه بصراحه، ولكن هنجرب الكلام ده ان شاء الله في المستقبل. ههريكم فيديوهات يعني في الموضوع دي ان شاء الله. زي ما بقول لك ماي فريند، ده كلام اغنياء يعني، فاهم؟ ربنا يجعلنا من الاغنياء ان شاء الله يعني. قول امين. الرامات 32 جيجا 2 في 16 كينجستون فيوري رينيجيت 6000 ميجا هرتز سي ال 32. مبرد ايسوس روج ريو 360 مللي، احد المبردات القويه لان طبعا انت شايف سحب الطاقه عامل ازاي. وهنا برضو في تنويه، الناس استخدمت مع هذا المعالج وهذا الكولر الانتي بندنج براكت بتاع سيرمال رايت ال جي 1700، وده علشان ناخد افضل درجه حراره ممكنه، لان ده انت بتتكلم هنا عن فرن مش عن معالج، ده فرن حرفيا يعني. هو فعلا بيعدي ال 253 واط في بعض الاحيان. ولما تيجي تركبه صديقي العزيز يعني تكون مركب المعالج الاول محطوط على البنز في مكانه مظبوط وكل حاجه، عشان تتجنب اي حادثه تحصل، مسمار يقع يقوم واقع على البنز يقوم تنيها لك بتاع، مش اصلا حوارات يعني. برضه تقريبا سعرها فاهم انت ممكن تجيب بيه حاجه جامده يعني، فاهم؟ ممكن تاخد لها اصلا $800 ولا حاجه. فاللي هو تجنب المشاكل صديقي العزيز. انا مستخدم اس اس دي في هذا الفيديو. الاولاني جين 3 عادي اللي محطوط عليه الويندوز، الثاني وهو الجين 5 الاي داتا اللي حاطط عليه الالعاب يعني. فاهم بصراحه الموضوع مش مجزي يعني، هو ده عشان اللي موجود انا استخدمته دلوقتي مش اكتر يعني. باور سبلاي الايسوس روج 1000 واط بلاتينيوم الثور
اللي بشاشه وكل حاجه وحاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. ومقضي معانا كل الكلام ده طبعا مع الوحش المدمر العملاق الRTX 4090 الايسوس ستريكس، واتكلمت عنه كتير جدا الفتره اللي فاتت، مش هتكلم عنه تاني عشان انا خلاص تعبت منه يعني. اخيرا الكيسه العملاقه الايسوس روج هايبريون، يعني كيسه دمار شامل، وكذلك برضه يعني للجيب، هي كمان بتدمر الجيب جدا. انت لو اتغنيت ماي فريند هتجيب الاجهزه دي ولا انت هتشوف ان ملهاش اي 30 لازمه؟ انا هتكلم عن الموضوع ده بشكل برضه اوضح الايام الجايه برضه. اظن حان الوقت صديقي العزيز ان احنا نبدا الاختبارات بتاعتنا على اقوى واعتى الالعاب من الجيل الحديث. خلينا نبتدي مع اختبار السينا بنش على المعالج الجديد طبعا، المالتي كور 36080 السنجل كور 2327. تقدر تقول ان الارقام دي شبه جدا الارقام بتاعت 13900، ولكن بنتفوق عليه في حته السنجل كور. يعني السنجل كور هنا هو حسب هاردوير انبوكسد 2149، هنا احنا قدرنا نوصل لرقم زي 2327. في فرق شويه يعني مش كتير، بس في فرق لو انت هتتكلم عن ان انت بتتكلم عنها فرقه 700 وهنا فئه 900. كذلك ال 36000 بالنسبه للمالتي كور يعني اقل شويه. انا لاحظت ان انا بقارن مع اختبار بتاع 10 دقائق مش الاختبار اللي هو اللحظي، فعلى ال 10 دقائق ضغط طلع السكور في الاخر 34619 ماكسيموم 92 درجه. فكان الاداء كويس. في بعد مثلا 6 دقائق نزلت التردد من 5800 نزل لحد ال 5500 وبدا يطلع شويه وينزل شويه وهكذا، ولكن هو مازال قريب من ال 13900 كي اللي محقق 38873، قريب جدا منه يعني. انا بعتذر جدا لو في اي دوشه سامعينها من ورايا زن او اي ما يكن، وده غصب عني الحقيقه يا جماعه، في دوشه من قطعه معينه. انا هعمل فيديو عن الموضوع لان الموضوع فعلا مستفزني جدا 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 لدرجه القطعه دي بوظت لي اعصابي بصراحه في الاسبوع اللي فات يعني. بالنسبه للاداء الحراري مع السيت اب الحالي دلوقتي انا مشغل على المالتي كور اهو، المعالج قادر ان هو يمسك ال 5700. نزل دلوقتي طبعا لان لمس ان هو رقم كبير. درجه حراره 89 5700 ميجا هرتز، يعني ارقام ممتازه بالنسبه للي احنا عاملينه. طبعا في معجون تاني ممكن يتحط، انا حاطط الثيرمال رايت بس مش معايا دلوقتي غيره يعني، لكن لو في معجون افضل ممكن يدينا كمان افضليه بدرجتين 3 يعني يمسك المعالج شويه. لكن على المالتي كور 5700 رقم ممتاز دلوقتي، واحنا على الايدل ماسكين ال 6 جيجا هرتز رقم ممتاز جدا. لو هنتكلم على طبعا المالتي كور قال علشان في حاجات شغاله في الخلفيه وبنسجل وكده. لو هنتكلم عن اداء السنجل كور فهتلاقي درجات الحراره فيها مستقره جدا 67 68، وهتلاقيه بيوصل ل 6 جيجا هرتز عادي، يعني فاهم مش مقابلنا اي مشكله. والصراحه الارقام دي كلها كترددات هي بفضل البورده. حتى السينا بنش الارقام بتاعته اللي طالعه قريبه من 13900 كي هي بسبب البورده، لان البورده فيها ما يميزها بان هي تخلي المعالج يقدر يهندل الكلام ده كله. طبعا في ابديتس انتل عاملاها على المعالجات زي فتح لحدود الطاقه وما الى ذلك. يعني مثلا عندك ال 13900 قصدي ال 14900 كي بعد ما كان الماكس كارنت بتاعه 300 ملي امبير دلوقتي بقى 400 اللي هو 33.3% يعني رقم كبير. فهم سحبوا وعدلوا على آلية تحجيم الباور اللي رايح او الفولت اللي رايح او الجهد اللي رايح او ايا ما يكن الموضوع عامل ازاي. التحديثات الاخيره لزيت 690 وال 790 بتسمح للمعالج ان هو يجيب اخره مهما يكن. فزي ما انت شايف كده هتلاقي ان المعالج وصل لحد 314 واط ساعه لما كنا بنعمل المالتي كور بيرفورمانس تيست. زي ما بقول لك هو مكتوب 253 هنا 314. فالحمد لله ان الكولر قادر يهندل، ولكن برضه البراكت مهم جدا. فانت لو انت هتشتري اي حاجه من الجيل ده لازم تجيب البراكت. الموضوع مش مؤثر في مع ايه من دي ام 5 ولكن مؤثر جدا هنا اهو. اظن حان الوقت ماي فريند ان احنا نجرب لعبه مع بعض. طبعا هنبتدي بالمدمره سايبر بانك 2077 علشان الاوفر درايف مود بقى والكلام من ده. هنشغل الفريم جنريشن، هنشغل الري ريكونستراكشن، هنخلي ده على الكواليتي مود ونعمل ابلاي ونجرب جيم كده في السخان، وبعد كده هديك برضه البنش مارك عمل ازاي في بعض الالعاب الثانيه وازاي الامور مشيت معايا في الالعاب التنافسيه. زي ما انت شايف كده صديقي العزيز، يعني اكيد التجربه هتبقى ثابته ومستقره، مفيش اي منطق يخليها تبقى وحشه. ال1% اللي هو عندنا 67، الفريمات الحاليه 103، المتوسط تقريبا 100 انت فاهم. انا بضحك عليك ماي فريند لو قلت لك ان هيبقى في مشاكل في التجربه يعني. ولكن خلينا ندقق شويه على درجات الحراره. الكولر قادر ان هو يهندل على 62 درجه 63 درجه. الحقيقه صوته مش عالي قوي ولكن يعني صوت الدنيا مقبوله جدا. كذلك التردد بتاع المعالج بيتراوح ما بين 5800 5700. سحب الطاقه على السنجل كور انت شغاله 26% من المعالج 150 واط، والباور سبلاي كاتب انه ساحب 650 واط من الحيطه، وانت لسه المعالج 26% 27%، ما هوش حاجه يعني سحبه 50% ولا حاجه يعني. فربنا يكون في عون اللي بيجيب جهاز زي كده في حته الكهرباء يعني. بالنسبه للعبه فالورنت فده تيم ديس ماتش عامل يعني بيضغط جامد جدا جدا على الجهاز زي الجيم العادي. قد يكون يعني ساعات بيتغابى شويه.
وزي ما انت شايف هي التجربه زي المعالجات اللي قبل كده يعني، سواء كانت 3 دي او من غير 3 دي. انت بتتكلم في المتوسط اللي هو 440 قرب ال 500 جو من ده يعني. ده على دقه 1080 على اقل الاعدادات يا شباب برضه. يعني انا ما حسيتش بصراحه بانبهار في النقطه دي، وزي ما بقول لك احنا هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله في الايام الجايه. ولكن انا عايزك برضه تدقق على الاستهلاك بتاع المعالج، 150 واط كتير على سنجل كور بيرفورمانس، ماسك ال 5700 ميجا هرتز. بصراحه انا اكتر حاجه مضايقاني سحب الطاقه العالي قوي 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 والحراره، عشان انت محتاج تصرف جامد في الحراره. وعلى فكره الاداء ده هتاخد اقل منه بفرق ملحوظ على البورد اللي هي ما هياش زد. يعني عشان تاخد اداء زي ده انت محتاج يبقى معاك الزد 690 زد 790، غير كده انت مش هتستفيد من الاي اي اوبتمايزيشن بتاع انتل ولا شغل الاي اي بتاع ايسوس ولا اي كلام من ده. انت هتلاقي نفسك شغال على الله حكايتك. الصراحه الموضوع فيه كلام كتير، انا عمال برتب لكم بس الدنيا، وهنزل لكم فيديو ان شاء الله. ونبقى زي ما بقول لك انا عايز ابعد عن زحمه البنش مارك المزعجه يعني. خلينا دلوقتي بقى نروح كده مع بنش مارك بشويه العاب تانية كده قليله ونرجع تاني. انا اسف ماي فريند، بس ما تدورش لانك حرفيا هتلاقي حاجات اقدم وعادي زيها احسن. الفيديو الجاي مهم.